بدأت حوادث القتل تزيد في القصر، والبداية كانت مع مرات البارون. كانت في القبو وركبت الأسانسير عشان تطلع لفوق، وفجأة الأسانسير يقف بيها وتموت جواه. وبعديها تيجي أخت البارون وهي واقفة في بلكونة أوضتها، فجأة تقع منها وتموت في ساعتها. وبعديها يموت 6 خادمات في قصر البارون كلهم ورا بعض وفي حوادث غريبة. وبعديها تيجي رئيسة الخدم اللي لقوها في أسانسير المطبخ اللي بيطلع الأكل من تحت لفوق، لقوها ميتة جوه الأسانسير وراسها مقطوع. وبعديها لقوا أخو البارون ميت في السرداب بطريقة غامضة وغريبة. والغريب في الموضوع إن كل ما حد يموت يدوروا على آن يلاقوها بتحاول تنتحر ويلحقوها وما تموتش، لحد ما بقى عندها 19 سنة وانتحرت ساعتها وماتت. وآن كان عندها أخت صغيرة كانت بتعاني من شلل الأطفال، ولما شافت أمها اتقتلت بطريقة غريبة زادت حالتها سوء، والبارون كان بيعاملها معاملة وحشة واتصابت بمرض نفسي غريب ومحدش من الدكاترة عرف يعالجها. والمرض اللي كان عندها كان بيخليها تقعد بالساعات بتعيط من غير أي سبب، وكانت بتصرخ صراخ هستيري، والعياط والصراخ ده ما كانش بيقف إلا لما تخش الأوضة اللي في السرداب.